السلام عليكم ورحمة الله. ما فيش اعتذار. العوضي يستعيد مشهد مع ياسمين عبد العزيز. استعاد الفنان أحمد العوضي مشهد جمعه مع طليقته الفنانة ياسمين عبد العزيز بمسلسل اللي ملوش كبير، الذي خاض بطولته وعرضه عام 2021. ونشر العوضي المشهد عبر حسابه على فيسبوك وعلق: طب اسمع يا وحش الكون، مفيش فلوس ومفيش اعتذار، آخرك هتيه. أثار ما نشره العوضي حالة من التفاعل بين رواد السوشيال ميديا بشأن احتمالية عودته لياسمين عبد العزيز. وجاءت تعليقات الجمهور كالتالي: إن شاء الله ترجعون قريب، أنتم حلوين قوي مع بعض بجد. أيوة بقى، ألف مبروك، ربنا يسعدكم يا رب. تلميحات للعودة: معتذرة وماله يا حبيب أخوك، إن شاء الله ترجعون لبعض، ربنا يهدي الأمور ونسمع أخبار حلوة يا رب، بداية خير إن شاء الله. كان العوضي أكد في وقت سابق خبر انفصاله عن ياسمين عبد العزيز عبر حسابه على فيسبوك قائلا: تم الطلاق الرسمي بيني وبين ياسمين، وسيظل بيننا كل الاحترام والتقدير. يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي كان مسلسل ضرب النار، الذي عرض في موسم درامي رمضان 2023. ظهر الفنان أحمد العوضي أثناء تصوير مسلسل جديد حق عرب المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل. ونشر العوضي مقطع فيديو على حسابه الخاص بموقع تليجرام من خلال خاصية القصة القصيرة. تعرض الفنان أحمد العوضي لإعاقة صحية خلال الفترة الماضية، ونقله على إثرها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج. ويشارك في بطولة مسلسل حق عرب كل من أحمد العوضي، سلوى عثمان، هدى المفتي، وليد فوزي، رياض الخولي، وفاء عامر، آخرين، من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق. من ناحية أخرى، يعرض الفنان أحمد العوضي حاليا فيلم اسكندراني، والذي يتعاون فيه مع مخرجة خالد يوسف. علق الفنان رامي صبري على انفصال الفنانة ياسمين عبد العزيز عن الفنان أحمد العوضي مطلع شهر يناير الماضي. وقال رامي ببرنامج عرب بود أنه يتمنى أن يعود مرة أخرى، مؤكدا حبه لعلاقتهما. أضاف: أنا أتمنى لأحمد وياسمين أنهم يكونوا بيضحكوا علينا والموضوع ده مش حقيقي، لأن أنا كنت بحب علاقتهم أو مبسوط بهم، ومبسوط أن في اتنين في مصر كانوا بيحبوا بعض كده، وإن شاء الله حياتهم ترجع زي الأول، ولا نهاية ولا أي حاجة. أن رامي صبري روج مؤخرا لحفلة الغنائية الذي يجمعه مع الكينج محمد منير، المقر إقامته يوم 18 فبراير الجاري، فاميلي بارق بالتجمع. وكتب عبر حسابه الرسمي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: يتشرفان بوجودي في حفل مع الفنان الكبير محمد منير يوم الجمعة 16 فبراير، فاميلي بارق بالتجمع. أحمد عوض لأزمة صحية طارئة أمس الاثنين موافق 23 يناير، نقل على إسراء إلى أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة. ياسمين عبد العزيز تزور العوضي، نقله إلى المستشفى. وتم التداول العديد من الأخبار حول زيارة الفنانة ياسمين عبد العزيز العوضي داخل المستشفى اليوم الثلاثاء، وذلك بعد علمه بالخبر بالاطمئنان عليه. أعلن محمود حمدان مؤلف مسلسل حق عرب تعرض أحمد العوضي لأزمة صحية من خلال منشور عبر حساب موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: دعواتكم لأخوي أحمد العوضي بالشفاء. أحمد ممنوع عن الزيارات وهو محجوز في المستشفى بقاله يومين لصعوبة حالته. ياسمين عبد العزيز تعلن انفصالها عن العوضي. كانت الفنانة ياسمين عبد العزيز أعلنت مؤخرا طلاقها من الفنان أحمد العوضي عبر حسابها الرسمي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام قائلة: تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد وبيننا كل الاحترام والتقدير. جاءت الفنانة اللبنانية مايا دياب رسالة دفاع عن الفنانة ياسمين عبد العزيز بعد انفصالها عن الفنان أحمد العوضي خلال الأيام القليلة الماضية، وهو الخبر الذي تصدر موقع التواصل الاجتماعي وأثار جدلا كبيرا. مايا دياب توجه رسالة حادة لردود موقع التواصل الاجتماعي. وكتبت مايا دياب عبر حسابها الرسمي موقع التواصل الاجتماعي: بتطلع فنانة محترمة وبتعلن طلاقها للناس، الغرض من الموضوع شيء خاص فيها، يمكن إشهار الخبر لأسباب بتعنيها إلها واحدة. وأضافت: بيقوم الوطن العربي وكل وسائل ومقدميه بتناول الموضوع وتحليله وتشريحه ودخولهم بتفاصيل التفاصيل اللي بأكثريتها لا تمت الواقع بصلة. أول تعليق من شقيق ياسمين عبد العزيز بعد انفصالها من أحمد العوضي: سخر من توقعاتها بطلاقهما، نجحت انفصال العوضي وياسمين عبد العزيز بعد ساعات من احتفال العوضي بعيد ميلادها. ياسمين عبد العزيز تفاجئه بالطلاق والجمهور مستحيل القصة كاملة بين الشموع والورد والملابس السوداء. ياسمين عبد العزيز تحتفل بعيد ميلادها. ويذكر أن أحمد العوضي احتفل أمس بعيد ميلاد ياسمين عبد العزيز، حيث وجه لها رسالة عبر حسابه فيسبوك قائلة: كل سنة وأنت طيبة يا حبيبة العمر كله، في صحة وسعادة ونجاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.